بالفيديو شاهد انهيار وبكاء داخل الإعلام الجزائري بعد فوز المنتخب المغربي على كندا والتأهل رسميا إلى دور الربع، ووليد العاقل يفقد عقله. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت فخورا بالمنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديدنا. انتهت مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب كندا في كأس العالم، وذلك بفوز المنتخب المغربي الذي استطاع هزيمة أحد أقوى المنتخبات في البطولة والتأهل. وهذا ما هز الإعلام والعالم، وأصبح حديث القنوات العربية والعالمية، وأبرزهم القنوات الإعلامية الجزائرية، حيث صرح أسطورة كرة القدم الجزائرية علي بن شيخ على قناة الهداف الجزائرية وقال: أنا بصفتي جزائري فقد شجعت المنتخب المغربي من كل أعماق قلبي، لأنني أثق في قدرات هذا المنتخب العظيم، وأنا على يقين بأن المنتخب المغربي يستحق الفوز في هذه المباراة والتأهل، فالمنتخب المغربي سيظل أفضل منتخب في القارة الإفريقية ومن المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم. فهذا المنتخب مرعب كما شاهدناه أمام هولندا والبرازيل وكبار المنتخبات العالمية. هذا منتخب يستحق أن يحقق هذه البطولة، وأنا أتحمل مسؤولية تصريحاتي. بينما صرح أسطورة التعليق حفيظ الدراجي لقناة الرياضية الجزائرية وقال: أنا على يقين أن هناك شيء غير طبيعي يحدث في هذه البطولة من جانب المنتخب المغربي، وكلنا نعلم أن المغرب يعمل المستحيل من أجل تلميع صورته في الإعلام، وأنا متأكد أنه اشترى هذا الفوز اليوم للتباهي أمام العالم بالفوز على منتخب كندا والتأهل، وأنا كنت منذ البداية أعلم أن هذا السيناريو سيحدث. وكما شاهدنا في كل المباريات أن الحكم يساعد المنتخب المغربي، وهذا بفعل المؤامرة ضد المنتخب الجزائري. كما دخل على الخط الإعلامي الجزائري وليد العاقل وقال: أنا متأكد أنه هناك كولسة في هذه المباراة، لا يمكن أن يفوز منتخب العالم الآخر على منتخب كندا. المغرب اشترى هذا الفوز كما يفعل دائما. أنا لا أزال مصدوم حتى هذه اللحظة، فقد كنت واثقا قبل